لقينا مسؤولي الهلال السوداني بيقولوا شوية تصريحات لا ترتقي أبدا إنها تطلع حتى من عيال صغيرة، فقلت أجيب كده تاريخ الهلال السوداني يمكن أكون أنا ناسي ولا حاجة أو عندهم حاجة تستدعي إن هو يحط نفسه قدام الأهلي راس براس. الحقيقة كل إنجازات الهلال السوداني تتلخص في إن هو صعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم مرتين. عندنا مثلا غزل المحلة صعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا سنة 1974، يعني من الآخر فاضل له مرة ويعادل كل تاريخ إنجازات الهلال. وعندنا بقى نادي الإسماعيلي وده صعد لنهائي دوري الأبطال مرتين، كسب مرة وخسر مرة، وبالتالي هو كده إنجازاته أعلى من إنجازات كل فرق السودان مجتمعة. وهنلاقي بقى عندنا المقاولين العرب اللي كسب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 3 مرات، يعني 3 أضعاف كل فرق السودان، لأن السودان كلها ما تمتلكش في تاريخها غير بطولة واحدة من كأس الكؤوس اللي كسبها المريخ مش الهلال. ولحد المقاولين وهقف ومش هينفع